الو، مين معايا؟ انا سامح. ممكن حضرتك احجز غرفة عندكم ابيت ليلة او اتنين؟ تمام، قول بيانات حضرتك وانا هحجز لك. يلا حضرتك خد البيانات. القصة عن الغرفة الأخيرة. يلا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سامح. في ليلة ممطرة وصلت إلى فندق قديم على أطراف المدينة. كنت مرهق جدا بعد رحلة طويلة، فطلبت غرفة علشان أبيت فيها. الموظف أعطاني المفتاح، لكنه حذرني بشدة عن الغرفة الأخيرة اللي في الممر. قال لي ما تقربش منها مهما حدث، لكن الفضول تملك مني. وفي منتصف الليل سمعت همسات غريبة قادمة من الغرفة المحظورة. اقتربت منها ببطء، وضعت أذني على الباب، ثم فجأة انفتح الباب من تلقاء نفسه. في الداخل كانت الغرفة مظلمة تماما، من ضوء خافت ينبعث من زاوية السرير. كانت هناك امرأة ضخمة تعكس صورة شخص يقف خلفي، لكن عندما التفت لم أجد أحدا. شعرت بالخوف، جسدي يرتعش، ثم سمعت صوت همسات خلفي: لقد تأخرت، كنت بانتظارك يا سامح. صرخت وهربت من الفندق، لكني لم ألاحظ إني المفتاح مازال في جيبي، وإن المرأة لم تنساني أبدا. وقفت لحظة وأنا حاطط إيدي في جيبي، حاسس بالمفتاح في جيبي زي ما يكون حمل تقيل. قلبي كان بيدق بسرعة، مش قادر أقرر إذا كان المفتاح ده بتاع الغرفة ولا مش بتاع الغرفة. وهنا الفضول كان أقوى مني مرة تانية. رغم الخوف قررت في النهاية إني أدخل الغرفة. وضعت المفتاح في القفل بتاع الغرفة، وابتدى المفتاح يلف. مع كل لفة من المفتاح كان في حاجة بتزيد في الجو من جولة، زي صوت خفيف بيزيد بيوشوش عليا. فجأة الباب اتفتح بشدة. لما الباب اتفتح شعرت بشوية ريح بارد جاي من ورايا، زي ما يكون في حاجة جوه المكان، زي ما يكون في حاجة مستنياني بالفعل. دخلت بحذر، خطوتي كانت بطيئة، عناية بتفتش في الظلام اللي كان مليان كله تراب قديم ورائحة غريبة. من الزاوية البعيدة شفت حاجة بتلمع، صندوق صغير مغلق بشكل محكم. قلبي دق وخفت مرة تانية، لكن قررت اني اقرب من الصندوق وافتحه. فتحت الصندوق، بدأ يخرج منه ضوء خافت. حاجة غريبة كانت جواه، مش قادر اميزها بالظبط، لكن لما اللمعة زادت حسيت بشيء غريب، زي حاجة بتوسوس في ودني وبتقولي خد الحاجة دي من الصندوق وشوفها. حاجة غريبة ملفوفة لفة قوية. فتحت الحاجة دي. الحاجة كانت بترتبط بحياتي الماضية، بحياتي الماضي بتاعي. هو أنا مش قادر أميز تفاصيلها، مش قادر أميزها. ايه الحاجة دي؟
عايزة افتكر. استنوني الجزء التاني. ياريت تكتبولي في التعليقات ايه الحاجة اللي في الصندوق اللي هي ترتبط بالماضي بتاعي. لو عرفتوا اكتبولي في التعليقات وقولولي رأيكم عن القصة. نكمل الجزء التاني. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملولي لايك وتستنوا كل جديد. قصص فعلا حصلت، واي حد عنده قصة وعايز يقولها يبعتها لي وانا انشرها. حتى لو مش عايز تقول تفاصيل عنها، ابعت القصة وانا اتكلم عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.